السلام عليكم. اليوم ديروا الخبز الصحي، معكم مريم الخالقي. يلا نبدو. في الأول نحطوا خميرة، شوية عسل، ونخلطوهم بمية دافية، نحركهم ونخلوهم 10 دقايق لين يتفاعلوا. بعدين ناخدوا خليط من الدقيق اللي هو يعني مخلطتها مع بعض، سمسم وشوفان ودقيق شعير بمقادير متساوية. يعني مثلا كيلو شعير، كيلو سمسم، كيلو شوفان، لازم يكون زي بعض، أو نص كيلو نص كيلو. خديت منهم 3 أكواب حاليا. وحاولوا تطحنوا السمسم يكون معاه الشوفان، هذا يساعد في طحنه، لأن السمسم كله زيوت، فمش حينطحن معاكم كويس. لكن لما تحطوا معاه الشوفان حيطحن كويس يعني. بعدين احنا خدينا ملح وخل وباقي كمية العسل وعجننا. عجنه كويس، لازم تسبكه كويس. وبعدين تخلوها تختمر. دهناها بشوية زيت باش ما تديرش زي الجلدة من فوق، وخلوها ساعة، تحتاج وقت باش تختمر. بعدين ترجعوا تاني تعجنوها كويس زي توا، تحاولوا تسبكوها كويس باش تتشكل معاكم. بعدين خدينا الصحن اللي بنخبزوا فيه، دهناه بس بالطحينة، وشكلنا العجينة زي ما في الفيديو واضح بالطريقة هذه. وبعدين ناخدوا أي نوع حبوب موجودة عندكم. يعني عندي حبوب مشكلة، بس اللي موجود عندكم، حتى لو سمسم وحبة البركة بس عادي، أو حتى اللي مش حابة حبوب عادي حتى من غير حبوب. ونحطها سواء هيك بالطريقة هي. بعد ما سويناها بالطريقة هذه نخمروها في، غطيتها هيك بالطريقة هذه. لازم تخمروها في حطوا الكوشة وهي مطفية، تحطوا فيها مية ساخنة طاجين تحتها، وتخلوها. طبعا هي تكون على الشباك والطاجين يكون من تحت، وهيك الشكل النهائي. وتقصها، بسيطة وسهلة وطعمتها حلوة.